السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله هنعمل النهاردة مكرونة بصوص البولونيز. جبت الصينية بتاعتي وحطيتها على البوتاجاز مع شوية زيت، ونزلت عليهم بصلتين كده كبار، وبعد ما البصلتين دبلوا نزلت عليهم باللحمة المفرومة. ولما اللحمة لونها كده يتغير هنزل عليها معلقتين كبار من الصلصة، واكون مجهزة كمان طماطم فريش عصراها كده هنزل بيها عليهم اهو زي ما انتوا شايفين. صلى على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. صوص البولونيز الاصلي المفروض نحط عليه كرفس وجزر، بس انا ولادي ما بيحبهمش فبصراحة ما ضفتهمش. هنا هحط كمان توابل ملح وفلفل اسود. عايزة تحطي بهارات لحمة او بهارات مشكلة براحتك خالص. هوطي عليه خالص لغاية ما يستوي بس كده. في حلة تانية جبت مية لغاية ما غليت، وهنزل بقى بالمكرونة فيها. انا بكسر المكرونة ونزلت عليهم بشوية من الملح. ما شاء الله ادي الصوص اللحمة المفرومة واستوى. طعمه كان روعة يا جماعة. الغدا ده كله ما خدش معايا نص ساعة، وكان غدا خفيف وجميل جدا. اتمنى ان انتوا تجربوه. وصفة سهلة وبسيطة جدا. صلى على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. اتمنى انتوا تستفادوا من الفيديو والوصفة تعجبكم ان شاء الله. اشوفكم في فيديو جاي باذن الله. مع الف سلامة.